السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مستر عبد الرحمن منظور، وهي قناة خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة جديدة ومختلفة. النهاردة احنا في الحلقة الخامسة من قفشات الأفلام. النهاردة معانا الفنان أحمد حلمي والفنان لطفي لبيب. لما كان مستنيه لطفي لبيب هو سواق تاكسي أو سواق ميكروباص، وكان مستني عميل أجنبي ياخده من المطار. فلما شاف أحمد حلمي فكروا أجنبي، فقال له إيه؟ ليموزين سير، ليموزين. فأحمد حلمي قال له يا. وبعدين نكلمه بالمصري بقى، بقول لك كنت عاوز أروح. فأول ما سمع كلمة كنت عاوز أروح عرف إن هو مصري، فقال له ما بركبش مصريين. فقال له ليه؟ والمصريين مالهم؟ اوكي. طيب، تعال نشوف كده. لو هنترجمها بالانجلش هنقولها ازاي؟ اول حاجة ليموزين سير هتبقى ليمو زين زي ما هي، سير. اوكي. ويقولها تاني ليموزين، مثلا ممكن اقولها ليموزين سيرفيس. اوكي. وممكن اقولها ليموزين كار. فقال له يا يعني يس. اوكي. وبعدين قال له بقول لك كنت عاوز اروح. هيقولها له ازاي بقى؟ هيقول له I wanted to go to، وما كملش لان هو سمعه قال له I wanted to go بالمصري، كنت عاوز اروح. فقال له باستغراب بقى، قال له I wanted to go no Egyptians، ما بركبش مصريين، no Egyptians. اوكي. طيب، فهو قال له هنا why، ليه؟ why. اوكي. بطريقة تعجب كده why or what. اوكي. والمصريين مالهم؟ يعني هتبقى ايه بقى بالانجلش؟ هتبقى what's wrong. المصريين مالهم؟ هتبقى what's wrong. خد بالك wrong يجي معاها with. what's wrong with اوكي Egyptians. what's wrong with Egyptians. يبقى احنا النهارده اتعلمنا كلمة سير يا سيدي، اسمها سير، ليموزين سير. طيب، وكنت عاوز أقول I wanted to. okay. I wanted to go to. طيب، ما بركبش مصريين، ممكن أقولها no Egyptians. وممكن أقول له I'm not driving Egyptians. أهو I am not driving Egyptians، يعني مش بوصل المصريين. اوكي. فطبعا احمد حلمي استغرب، قال له المصريين مالهم؟ مش معنى يعني what's wrong with Egyptians. what's wrong with Egyptians. يا ترى لطفي لبيب هيقول له ايه؟ وهي الاسباب اللي مخليه ما بيرضاش يركب المصريين. تعالوا نشوف كده. هنخلص كده الصفحة دي ونجيب الصفحة اللي بعدها. قال له هنا، قال له بقى ايه؟ كلام مصري بقى اصيل مش هيفهمه غير المصريين او لو حد من بره عاش في مصر فتره. قال له بيفصلوا، وبعدين قال له وضحروا في الأبيج، وبيحوروا في اي هاتش. اوكي. فقال له ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. طبعا احمد حلمي اول مره يزور مصر. هو مصري لكن هو عاش حياته كلها في امريكا، فطبعا استحاله يفهم كلمه يضحروا في الأبيج، ولا يفهم كلمة بيحوروا في أي هاتش. فقال له إيه ده؟ أنا مش فاهم حاجة. فقال له لأ بقى، مادام مش فاهم يبقى هوصلك. تعالوا بقى نترجم كده بالراحة. يا ترى كلمة يفاصل يعني إيه؟ ها، برافو، معناها بارجين. معناها إيه؟ بارجين. أوكي. طيب، يبقى بيفصلوا في عندي واو الجماعة، يبقى أقول they are. اوكي. يفصلوا bargain، وطالما قلت are قبل الفيرب يبقى لازم احط له ing، يبقى they are bargaining. ايه كمان؟ يضحروا في يضحروا في الأبيج. يعني ايه يضحروا في الأبيج؟
يعني بيحاولوا يقللوا في السعر بعد ما يوصلك، بعد ما هو يوصل المصري بيحاول ينزل في السعر. طيب يدحروا في الأباج يعني بيحاولوا ينزلوا في السعر، يبقى they are trying. هنا دول بيحاولوا، معناهم بيحاولوا. طيب يدحروا في الأباج يعني ينزلوا في السعر. في expression كده knock. they are trying to they are trying to knock the price down. يبقى كلمة يدحروا في الأباج يعني إيه؟ knock the price down. knock the price down. وبيحوروا في أي هاتش. يعني إيه بقى بيحوروا في أي هاتش؟ يعني بيلوا الكلام. يعني إيه بيلوا الكلام؟ يعني بيغيروا الكلام. طيب يعني إيه بقى بيغيروا الكلام أو بيحوروا في أي هاتش؟ أقول هما they twist the words. they twist the words يعني بيحوروا في أي هاتش. أوكي. طب لها معنى تاني؟ أقول they spin the story. they spin the story يعني بيغيروا كلامهم. يعني هو رافض يركب المصريين عشان 3 حاجات. they are bargaining بيفصلوا في الفلوس، يقعدوا يفصلوا معاه. خلاص فصلنا واتفقنا على السعر. لما بيوصلهم بيدحروا في الأبايج يعني they are trying to knock the price down بيحاولوا يقللوا كمان السعر اللي هم فصلوا فيه أصلا. وبيحوروا في أي هاتش يعني بيلوا الكلام أو بيغيروا الكلام بتاعهم. they twist the words. فطبعا كان صعب جدا على أحمد حلمي إن هو يفهم الكلام ده. فقال له ايه ده انا مش فاهم حاجة. فهيقول له what I can't understand you. اوكي. قال له انا مش فاهم انت تقصد ايه خالص. I can't understand you. I can't understand what do you mean. فقال له اوكي. قال له اوكي as long ما دام مش فاهم as long as you مش فاهم يعني بقى في الماضي بقى لأنه مش فاهم خلاص. you didn't get it. as you know as long as you didn't get it I will drive you. هوصلك. I will drive you. يبقى لما اجي اقول لحد انا هوصلك اقول له I will drive you. اوكي. طبعا لو انت وصلت لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبك. ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل فولو ولايك اند شير لو انت على الفيسبوك. ولو انت على اليوتيوب متنساش تعمل سبسكرايب ولايك اند شير. ثانك يو.